مرحبا بكم من جديد. رجعنا لكم بصور جديدة وحصرية من داخل ملعب مولاي الحسن بالرباط. وهاد الصور كتشير لواحد التقدم ملموس في عدد من النقط المهمة، وها هي التفاصيل. أولا، بداية تركيب بعض الكراسي العينة الأولى. أبرز مفاجآت اليوم هي ظهور أول عينة من الكراسي اللي بدأت تتثبت في بعض مناطق المدرجات. هنا كنهضروا فقط على الدفعة الأولى أو العينة النموذجية باش يتم اختبار الجودة والتموقع. وهذا الشيء كيعني أننا دخلنا فعلا في مرحلة جديدة، واللي هي مرحلة تثبيت الكراسي بعد ما تمت صباغة بعض المدرجات بالمواد الإيبوكسية في الأيام الماضية. ثانيا، تسوية الأرضية بدأت رسميا. من خلال الصور اللي توصلنا بها كيبان بوضوح أن أشغال تسوية الأرضية انطلقت، وكاين تحرك واضح في ساحة الميدان، وكيتم وضع الطبقات التقنية وقنوات صرف المياه اللي كتسبق تثبيت العشب الطبيعي. يعني الملعب دابا كيتجهز فعليا باش يستقبل الميدان الأخضر في القريب. ثالثا، الأشغال الأخرى مستمرة، وما نساوش أن الأعمال المرتبطة بالهيكل الحديدي والسقف ما زالت مستمرة، وكاين تنسيق كبير باش يتم تزامن الأشغال بين الأرضية والمدرجات والسقف، اللي كلهم كيمشيو في خط تصاعدي نحو إتمام المشروع. ملعب مولاي الحسن دخل رسميا مرحلة اللمسات الأولى من التشطيب، والأيام الجاية غادي تشهد تسارع كبير في أشغال الكراسي والعشب، وهذا الشيء كيخلينا متفائلين بأن الملعب غادي يكون واجد ضمن الأجال اللي محددة استعدادا لكأس إفريقيا 2025. خليوا لنا آراءكم في التعليقات، وما تنساوش تشاركوا الفيديو مع الأصدقاء وتفعلوا زر الجرس باش توصلكم آخر الأخبار على مدار الساعة. تحياتي لكم، ونتقوا في فيديو جديد إن شاء الله.